بسم الله وعلى بركة الله. أصدقائي، اليوم عندي فيديو جديد خالي من الجلوتين أكيد. وصفة جديدة. هي وصفة يعني بروتينية ويمكن موجودة يعني بهواي مقاطع. لكن أنا حبيت أفصلها لكم هنا لأن دائما يكون سؤالنا بالجروبات مالت الحساسية وهاي نسأل عن دبس خالي من الجلوتين. هل متوفر دبس خالي من الجلوتين؟ والله الصراحة أنا لحد الآن ما لقيت دبس خالي من الجلوتين يعني مكتوب عليه أو علامة مكتوب عليها. فلذلك إحنا لازم نعود نفسنا إنه نصنع أشياءنا بنفسنا. فالدبس محتاجة بهواي شغلات. أنا شخصيا يعني أستخدمها حتى بوصفات الحلا، يعني أبتعد عن السكر الأبيض وأستخدم دبس التمر. وأيضا يعني نستخدم الدبس يعني مفيد مثل ما تعرفون. لذلك قررت أسوي الوصفة وتشوفوها. وصفة بسيطة جدا ما يحتاج لها شيء، هو تمر وماي فقط. هذا التمر يعني عندي هنا التمر الكمية اللي انتو تقدرون تسووها سووها، وأضيف عليه ماي اللي يغطيه، يعني اللي يغطي التمر بس. هذا هو. وأحطها على النار وأنتظرها تغلي وأشوفكم من تغلي إيش راح نسوي. هنا أصدقائي مثل ما تلاحظون بعد ما غلي الماي مالت التمر يعني شوفوا راح تطلع هذه الرغوة البيضاء. هذه كل ما تظهر الرغوة على فوق التمر يعني أشيلها، أسحبها وأشيلها لحد ما يصفى. شوفوا هنا وكل ما تظهر هذا الفقاعات او الرغوة يعني البيضاء اشيلها من التمر. وهنا لو تشوفون النتيجة اللي وصلنا لها، يعني الماي مالت التمر، الماي اللي ضفناه على التمر شبه نشف، يعني بقى نسبة قليلة جدا يا دوب يعني ويا التمر تقريبا. هاي مثل ما تشوفون الرغوة البيضاء كلها شلناها، حتى لو باقي منها شي بسيط ما يأثر. وصلنا لهالمرحلة هذه خلاص نطفي النار على التمر وننتظره يبرد حتى نصفي. راح اصفيه شوفوا بهالشكل هذا. اي نوع تمر عندكم، اي نوع تمر يعني حتى لو كان انواع البسيطة هذه الرخيصة وهيجي اغسلها واستخدمها يعني. وهنا بعد ما برد التمر حطينا جدر وحطيت مصفي فوق الجدر، وحطيت قطعة قماش، اي قطعة قماش عندكم خفيفة ومرتبة يعني نظيفة. هذه تخلوها خاصة للدبس، يعني تصفون بها الدبس بكل مرة وتغسلوها وتطبون بها إلى أن تستهلك يعني وتستخدمون غيرها. بهالشكل هذا راح أطويها وأخلي عليها ثقل، يعني فد مثلا طاسة بها ماي ثقيلة أو أي شيء ثقل يعني عليها. أخليها مدة إلى أن ينزل الدبس. طبعا أنا أيضا راح أعصرها بهذا الشكل حتى يطلع الدبس بشكل يعني أكثر. وبعدين راح أخلي عليها ثقل إلى أن ينزل الدبس على راحته، ينزل الماي مالت التمر يعني على راحته، وإنه بعدين أحطها على النار. هنا بس حبيت أوضح لكم الصورة. شوفوا شلون من نعصر قطعة القماش شلون ينزل الماي مالت التمر هالشكل. طبعا هنا بعده خفيف ونعصرها احنا باللي نقدر عليها يعني. وبعد ما نعصرها كم مرة يعني وينزل كمية لا بأس بها، هالنوبة نحطها مثل ما قلت لكم ونحط عليها ثقل
نلف قطعة القماش بهالشكل هذا ونحط عليها ثقل ونخليه ينزل على راحته فترة قديش كم ساعة يعني، ونوب نرجع ونصفي. وهنا شوفوا بعد ما صفينا من قطعة القماش وأصرناه بشكل جيد يعني، طلع لنا هذا الكمية. أنا ما سويته هواية يعني، هو كيس واحد مال تمر استخدمت. فشوفوا هذه النتيجة اللي طلعت، سائل جدا. هنا راح أخليه على النار. بعد ما راح أخليه على النار مجرد أن يغلي أنص النار، بس أنصي أكون كلش حذرة يعني، أكون كلش حذرة عليه وأروح وأجي عليه يعني، لأن يحترق بسهولة. فلذلك أنص النار وأراقبه كل شوية، أراقبه وأشوف الثقل مالته شلون صار. شوفوا هنا بدأ يغلي الدبس، فمباشرة أوطي النار عليه وأخليه إلى أن يعني يسمك القوام مالته شوية مو هواي، لأن هو أساسا من يبرد راح يسمك أكثر يعني. فلذلك أقول لكم خلينا مراقبينه كل شوي، رايحين جايين عليه، ما ننسى أساسا يحترق إذا نسينا يعني. فخليه يجي وأروح وأجي أشوف قوامه شلون صار. هاي هنا أول شيء هذه ما تأثر هذا الرغوة، هاي بقايا الرغوة البيضة اللي ماشيناها ما تأثر أبدا يعني، ماكو أي مشكلة. بعد مثل ما جاي تلاحظون بعد خفيف الدبس أتركه مدة أطول شوي. هنا شوفوني نتيجة الدبس بعد ما برد تماما. شوفوا شلون ثخن يعني، لا يغركم انه تشوفونه على النار انه بعده خفيف ولا خليه بعد مدة اكثر على النار، لا يعني مجرد ان تنصون النار عليه تروحون وتجون عليه تشوفونه غلى كم غلوة، تطفونه وتلاحظون انه من يبرد يدخن ازيد، لان اذا يعني بقينا مدة اطول على النار راح نحصل على دبس جدا ثخين يعني، ما تقدرون اصلا تستخدمونه. لذلك هاي شوفوا لي هذه النتيجة مالته، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذا مجرد يعني كيس صغير يعني سوالي هذه الكمية البسيطة. أتمنى تجربون الوصفة، وصفة سهلة، لا تشوفون يعني هذه الخطوات اللي سويناها، بس هي سهلة، وحتى لو كانت يعني شوية تحتاج وقت أو جهد، بالنتيجة يعني إحنا لازم نسوي أشياءنا بإيدنا، لأن يعني ما يتواجد بالأسواق حاليا دبس خالي من الجلوتين، ويعني أضمن إنه والأمعاءنا، لأنه أمعاءنا تعبانة فتحتاج شيء خالي من أي تلوث بالجلوتين. فلذلك أتمنى تجربون الوصفة، أتمنى تكتبوا لي آراءكم عن هذه الوصفة أو أي وصفة ثانية خالية من الجلوتين، وأتمنى تتركوا لي دعوة حلوة، وأتمنى إن شاء الله صحة وعافية إلنا ولكم للجميع، وألتقيكم إن شاء الله بفيديو جديد بوصفة جديدة خالية من الجلوتين. أترككم بحفظ الله وأمانته، مع السلامة.